كل مكان بتلاقي فيه واحد جوكر. الشخص ده عارف كل حاجه عن المكان، عارف كل حاجه عن المكن، عارف كل حاجه عن العده، عارف القطع الغيار فين، عارف الخامات فين، عارف الخامه دي بتستخدم في ايه ودي بتستخدم في ايه ودي مش هينفع تستخدمها على المكن الفلاني للسبب الفلاني. كل التفاصيل دي هو اللي عارفها. تخيل فجاه انت في المصنع بتاعك الشخص ده او الجوكر ده ما جاش، سابك وراح مصنع تاني، حصل حاله وفي وقت ازمه مثلا وما جاش، تعب ودخل المستشفى وما جاش. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل الاتي: المصنع بتاعك هيعطل وهتقول لي لا في حد تاني بيعرف يعمل الحاجه اللي هو بيعملها. ما حصلش، دي مش حقيقه. في الغالب بيكون المكان اللي معتمد على شخص جوكر ده بيكون الشخص ده عنده معلومات هو بس اللي عارفها، محدش تاني يعرفها ولا حتى صاحب الشغل. فالشخص ده بيكون مشكله على المكان اللي هو فيه. ليه؟ لانه بيبقى هو المالك لكل المعلومات او كل المعلومات الديب ديتيلز اللي محدش يعرفها غيره. فهو لو غاب قيمته عاليه جدا، يقدر يساوم الشركه او يقدر يساوم المصنع على اي حاجه. تمام؟ فده عيب اداري. بجد الموضوع ده عيب اداري كبير. انت ما ينفعش تعتمد على شخص واحد، ولو في الشخص ده موجود عندك حاول تخلي حد تاني يدخل معاه في التفاصيل ويعرف هو بيعمل الحاجه الفلانيه دي ازاي والحاجه الفلانيه دي ازاي وبيعمل ده ازاي، ويبقى معاه مفاتيح الحاجات دي كلها حتى لو مش بنفس الكفاءه ولكنه يبقى عارفها. لان الشخص الجوكر ده لو غاب عندك وانت ما عندكش سيستم وعارف حد يحل محله او مدرب حد انه يحل محل الجوكر ده، السيستم بتاعك انت او المصنع بتاعك انت اللي هيعطل، وبضاعتك انت اللي مش هتتصنع، وشغلك انت اللي هيتعطل. فده هيأثر كتير جدا على شغلك. فركز وما تخليش حد جوكر عارف كل التفاصيل. خلي دايما اي شغلانه في 2 أو 3 بيعرفوا يعملوها. تمام؟ سلام.